السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعي، أنا الصراحة شايف عظمة وشايف حاجة جميلة من الدولة المصرية بتعمله. شايف مشاريع وشايف طرق وشايف صناعات وشايف تجارة وشايف طرق، شايف بأمانة مستشفيات وإنجازات تتعمل. من لا يشكر الناس لا يشكره الله. وأنا بشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشكر حكومتني بكل جميع جهاتها المعنوية اللي مختصة في جميع المجالات. بشكر رئيسني اللي احنا فخورين بيه انه يكون بدولتني العريقة اللي وقفت على رجلها من الصفر. يستحق بجدارة سيادة الرئيس التحية ويرفع له قبعة السلام. تحياتي ليك سيادة الرئيس، تحياتي ليك حكومتي المحترمة، تحياتي ليك دولتي العظيمة، تحياتي ليك حكومتي المحترمة، تحياتي ليك جيشنا العظيم. بصراحة يرفع لكم قبعة التحية والسلام. تحيا مصر، تحيا مصر. عاش سيادة الرئيس، عاشت حكومتنا بكل جميعي وأطرافها المعنوية. عاشت عاشت عاشت. بصراحة في إنجازات بتتعمل في الدولة، في مستشفيات، في مشاريع. والله ما بقول الكلام ده عشان خدبيرتش، ولكن من أعماق وصميم قلبي، والله من أعماق وصميم قلبي. في مركز أبو تشت كمان ما تتعمل إنجازات وطرق وصناعة وتجارة، ما تتعمل كل حاجة. بصراحة ما تتعمل إنجازات فخورة بأمانة يعني. والله يا جماعي، المشاريع اللي بتتعمل في الدولة من كباري وطرق ومستشفيات. انت عاوز ايه؟ عاوز ايه من دولة كانت تحت الصفر؟ عاوز ايه حاليا بقينا؟ انا خايف مش عارف اقول رقم كام. والله انا مش عارف اقول التاسع ولا العاشر على العالم. انا مش عاوز اقول الحاجات دي عشان انا ما فهمش فيه، ولكن احنا كنا من الصفر. بقينا كام دلوقتي؟ بقينا كام؟ تحيات الرئيسني انه وقف الدولة على رجليه، خلى في تجارة وخلى في صناعة. ولابد اعداء الوطن عايزين وقف، بس ان شاء الله سيادة الرئيس واقف على رجليه. ان شاء الله هيحطم ده كله، وان شاء الله اعداء الوطن ربنا يخسف بهم الارض. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شكر خاص، شكر خاص لسيادة الرئيس، شكر خاص لحكومتنا وجيشنا المحترم، شكر خاص لمحافظتنا وجمهورية مصر العربية، شكر خاص لمركزي مركز أبو تشت ونجا حمادي وفرشور. وكرر تاني شكر خاص، شكر مركز نجا حمادي وفرشوط وأبو تشت. وأكرر ثالث شكر خاص مركز أبو تشت ونجا حمادي وفرشوط. قبعة السلام للوطن والرئيس. السلام عليكم.